السلام عليكم حبايب، وياكم أخوكم يونس الذهبي. اليوم حبيت أقدم لكم شرح كيفية تنظيف الكمبيوتر من الملفات الضارة والملفات، يعني مرات برنامج تحت فبس تبقى بي اكو يعني ملفات متعلقة تبقى بالكمبيوتر. وهذا الطريقة تمشي يعني ويا كل الويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10 كلها يعني يشتغل عليها ويا جميع الويندوز. يشتغل ومجربة هاي الطريقة ومضمونة، وراح يعني تشوف حاسب كمبيوترك او يعني حاسبتك سريعة اسرع شوية من ما كانت عليه قبل، يعني ينظف الملفات كلها. طريقة سهلة وما تحتاج اي برنامج او اي شيء، بس مجرد تضغط على زر الويندوز بالكيبورد وحرف ار تطلع هذه النافذة. هنا أنا نكتب ام ار تي، نضغط على كلمة اوكي، ننتظر شوية بين ما يفتح الأمر. نضغط هنا يس. هنا فتح لنا اللائحة اللي راح تحولنا على نظام التنظيف مالت اللابتوب. نضغط نيكست. هذه هنا يعطيك 3 خيارات. الخيار الأول اللي هو التنظيف عميق، يعني تنظيف جميع ملفات اللي موجودة باللابتوب. يعني هذا الخيار يعني يتأخر بالتنظيف مدة طويلة. أنا على مود الفيديو ما أسوي ولا هذا، فيعني هو يستحسن أنت تستخدم هذا الخيار اللي هو الأول. الخيار الثاني لا، تنظيف يعني بسيط، مو أجزاء بسيطة، مو كل النظام الويندوز. والخيار الثالث تدخل عليه تختار فد ملف معين تنظفه، ملف صور او السي او الدي او الاي، يعني فد ملف معين انت حافظه بالحاسبه. انا راح اختار هذا الثاني بس حتى اشوفكم شلون، ولو هذا بس اشوفكم شلون بدا ينظف. من اختار الخيار الثاني انطيه نيكست، راح يحولنا، راح يبدي ينظف الجهاز من الفيروسات، وبدون ما يحذف، طبعا ما يحذف لا برنامج ولا يحذف، بس مجرد يحذف الشغلات يعني مو مثل برنامج انت منزله قبل وحاذفه وباقي بيه فد ملف معين متعلق بهذا البرنامج يحذفه او ينظفه من الفيروس. هاي هنا دا يقول لك عدد الملفات اللي دا ينظف بيها، وهنا هذا راح ينطيك عدد الملفات التالفة اللي بيها فيروسات. فبعد ما يخلص راح تظهر لك هنا كلمة فينش، تضغط عليها يكون جهازك نظف وما بيه اي اشكال. انا ما راح اكمل التنظيف مال اللابتوب لان صراحة عندي ملفات هواي فيتأخر ويطول عليكم الفيديو. بس بعد ما تنتظرون هذا يكمل تطلع لك كلمة فينش، تضغط عليها وينتهي تنظيف اللابتوب من الفيروسات ومن الملفات الضارة. وتشوف يعني اللابتوب أسرع من ما هي عليه قبل. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة والمتابعة على حسابي بالفيسبوك. شكرا لكم.